السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، متتبعي قناه شيوات حسونه. والفيديو ديالنا ديال اليوم ان شاء الله غادي نديرو خبيزات اللي هنا غادي يكونوا خاويين. غنحتاجوا لهاد الخبيزات هادو. عندنا هنايا فورس الكميه اللي بغيتو، درت معاه شويه ديال الملحه، هنا عندي معلقه ديال السكر صغيره سنيده، وهنا الخميره ديال العجينه. وبطبيعه الحال غادي نجمعوا العجينه بالماء دافي. بسم الله على بركه الله غادي نبداو. هنا من بعد ان شاء الله ملي جمعت العجينه كتجي على هذا الشكل هذا، ما كتكونش جاريه بزاف وما تكونش قاصحه بزاف. هنا نبقاو ندلكو في العجينه حتى تدلك معانا. هنا من بعد ما دلكت العجينه مزيان غادي نشدها، غادي نحلها هكا شويه، وغادي ندير عليها 20 غرام ديال الزبده. هاد 20 غرام ديال الزبده بطبيعه الحال هنا الزبده كتكون من النوع الجيد. غادي ندخل الزبده في العجين مزيان حتى تولي العجينه لينه ونرجع. هنا من بعد ما دخلت الزبده في العجين كتولي رطبه على هذا الشكل، غادي نغطيها بواحد المنديل ونخليها حتى تختمر. هنا من بعد ما خمرت لي العجينه غادي نخرج منها الخميره اللي هي فيها ونحاول نجمعها مزيان مزيان. نتوما كيف كتشوفوا العجينه كتجي رطبه بزاف. وهنايا بطبيعه الحال غنخدم فوق سطح العمل اللي هنا بطبيعه الحال سطح العمل نقي. غادي نقطع العجينه الى كرات صغار. تنكمل العجين اللي عندي. من بعد ما كملت العجين كلها اللي عندي هنا باش يجيوني الخبيزات على شكل واحد وقياس واحد، غادي نعبرهم. هنا غادي ندير في الخبيزه 30 غرام، واخا هنا جاني 30 غرام شويه كبيورين، ولكن 30 غرام درت فيهم هنايا. هانتوما كيف كتشوفوا جبت الميزان وبديت كنعبر كره بكره باش كيجينا القياس هو هذاك. نبقى بحال هكا حتى نكمل العجينه ديالي اللي عندي كلها بالميزان، ونعاودو نرجعو ان شاء الله. هنا من بعد ما العجينه كلها درت ليها قياس واحد، هنا غادي نستعانوا بشويه ديال دقيق الفورس وناخذ واحد المدلك وندلكها العجينه ديالي غير شويه بحال هكا، ونجمعها على هذا الشكل هذا. نسدها مزيان ونجمعها الطريقه اللي كتكون سهله، كتجي على هذا الشكل هذا. انايا راني موجده اللاطه درت ليها سيلفريزي، فرشتها بورق الزبده وحطيت عليها العجين. نعاود ندير واحده اخرى تاني كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. وهي العجينه عندي هنا. اما الخبيزات على هذا الشكل كيجيو. نبقى بحال هكا حتى نكمل العجينه اللي عندي. وهنا من بعد ما كملت العجين ديالي كلها اللي عندي غادي نقرصهم غير واحد شويه، نبسط عليهم هكا بيدي غير واحد شويه باش ما يجيوش مكورين. وغادي نغطيهم هنا بواحد المنديل ونخليهم يخمروا. هنا من بعد ما خمروا الخبيزات خديت بيضه كلها كامله ضربتها وغادي ندهن بها الخبيزات اللي عندي كلهم. في هذه الاثناء هذه راني شاعله الفران كيسخن الفوق والتحت، لان انا عندي فران ديال الغاز كيشعل الفوق والتحت مره واحده، واللاطه كتحط الوسط. انا دهنت الخبيزات كلهم اللي عندي هنا. ان شاء الله غادي ندخلهم للفران باش يطيبوا. هنا من بعد ما خرجتهم من الفران كيفاش كيجيو زوينين ومفشفشين، كيجيو رطبين. والقياس القياس كيجيو قياس واحد.
هنا باش تعرفوا على ان الميزان كيعطينا قياس هو هذاك من الاحسن. هنا غادي نوجد الحشوه اللي غنحشي بها الخبيزات. عندي هنا 4 ديال الكفته، عندي هنا بصله محكوكه في الحكاكه الغليظه وحيت منها الماء ديالها، وعندي هنايا قرعه وحده طويله، وعندي خيزويه وحده حكيتهم حتى هما بالحكاكه الرقيقه، وغادي نضيفهم على هذيك الكفته. وعندي هنا بطبيعه الحال القزبر معدنوس اللي يكونوا طريين. ديك الطراوه ديال القزبر المعدنوس كتعطي واحد البنه في اي حاجه. هنا قياس ديال القزبر المعدنوس. وعندي هنا العطريه اللي هي غادي نملحها، واحد شويه ديال الكمون، البزار، شويه ديال القرفه، هنايا التحميره. وعندي هنا الاقامه ديال العطريه ديال الكفته، راه كتباع عند العطار. دابا راه ولاو العطريات بزاف انواع واشكال. غادي نضيف الاقامه كلها وما غنديرش الزيت، غادي غير نخلط كلشي مزيان 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 ونعركهم مزيان. وهنايا كيف كتشوفوا ملي خلطت الكفته مع هذيك الخضره مع القزبر المعدنوس مع الاقامه كتجي بحال هذا الشكل. نبقاو ندلكو فيها شويه. هنا غادي نستعنوا بشويه الماء باش ما تلصقش لينا الكفته في يدينا، ونبدا نديرها على الطول. ندير على الطول ونقرصها واحد شويه، لانكم عارفين الكفته مني كتدخل كطيب كتجمع. هنا نقرصها باش حتى الا تجمعات تجيني هي هذيك. هاد الكفته هذه كتجي لذيذه 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 بزاف، والخضره ما كتبانش وكتجي رطبه، حتى في المذاق ديالها كيجي رطب، مذاق تيجي جميل وكتجي رطبه، والخضره ما كتبانش تماما. هنا نبقى حتى نكمل الكفته كلها اللي عندي. انا جبت المقله هذه فرشتها بالسلفيغيزي، بابي سلفيغيزي، وغادي ندخلها للفران طيب. كتجي مشويه وكتجي زوينه ولذيذه بزاف. هنا كيف كتشوفوا الكفته ما غندير فيها لا زيت لا حتى شي حاجه، لان هي اصلا فيها الشحمه ميدمه بلا ما نديروا فيها حتى شي حاجه. غندخلها هنا للفران باش طيب. هنا كتجي زوينه، الشكل ديالها كيجي زوين، كتجي بحال مشويه، كتجي زوينه بزاف. هنايا غادي نبدا نحشي هنا الخبيزات اللي عندي هنايا الفرماج ديال الساندويتش قطعته فرماجه وحده مربعه، قطعتها على جوج لان كل وحده غنديرها في جوج ديال الخبيزات. وعندي هنايا الخس اللي حتى هو مقطع غير النص لان الخبيزات شويه صغار. وناخذ هذيك الكفته ونديرها الوسط بحال هكا. هنا الحشوه كتبقى اختياريه، اي حشوه عندك بغيتي ديريها ديرها، ماشي ضروري. المهم طريقتي بغيت نشاركها معكم. كيف كتشوفوا هنا الفرماج ديال الساندويتش وقطع ديال الخس، وهنايا الكفته. نتوما كيف كتشوفوا جات الكفته مع الخبيزات هي هذيك. هنا من بعد ما كملت هاد الخبيزات هادي صوبت هنا واحد لاصوص. هاد لاصوص هذا صوبته درت فيه الطحينه مع شويه ديال الصلصه الالجيريان ودانون مسوس. كتجي هاد الصلصه زوينه بزاف، وكنديرها من الفوق كمرافق. المهم اي صلصه عندكم ممكن ديروها، ماشي ضروري هادي. وهنايا غادي نوجد واحد الحشوه ديال البطبوط اللي صوبناه من قبل. هاد الحشوه هادي غنحتاج ليها، عندي هنايا الخيار مقطع طريفات صغيورين بحال اللي غنديروا شلاضه، وهنايا الخس تا هو مقطع طريفات صغيورين، عندي الفرماج مقطع تا هو صغيورين، والزيتون تا هو قطعته، واخا هو مقطع زدت قطعته. غادي ندير كلشي هنا في هاد السوبيره هادي اللي عندي. وعندي هنا الذره، خديت غير شويه منها درتها. وعندي هنايا كاشير اختياري، الا بغيتو ديروا ما بغيتوش يعني على حسب الاختيار والذوق ديال كل واحد. وهنايا درت شويه ديال البزار وشويه ديال الملح، ضروري نسمو بشويه ديال الملح والبزار. وهنايا عندي حك ديال الطون بعد ما حيدت ليه الزيت، ضروري تحيدوا منه الزيت، انا ما كنديرش الزيت ديال الطون. وهنا نخلطوا الكل. وعندي هنايا الجبنه الكريميه، اي جبنه عندكم، يا جبلي يا الفرماج مثلث يا الفرماج مربع، اي جبنه
كتجي زوينه زوينه بزاف. يا مايونيز، المهم اللي متوفر في الدار ممكن ديروه. وهنا غنبدا نحشي هذا البطبوط اللي صوبت من قبل. نبدا ندير فيه هاد الحشوه، كتجي لذيذه حتى هي وكتجي زوينه وخفيفه في نفس الوقت واقتصاديه. نبدا نعمر كاع البطيبيطات اللي عندي هنايا، نعمرهم كاملين حتى نكمل البطيبيطات اللي عندي. وهنايا من بعد ما كملت الخبيزات اللي عندي والبطبوط اللي عندي كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وراقكم. وصلنا لنهايه الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله.